صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد معاكم حبايبي. النهارده بقى قلنا نعمل كده فيديو كده بسيط وسهل من بواقي التلاجة، نطلعها نعملها سوا مع بعض. معانا زي ما انتم شايفين كده كبده، ربع كيلو كبده، مش هكدب عليكم هخليهولكم كيلو كبده وتوفري وتدبري في الغلا اللي احنا فيه اكيد كله محتاج التوفير، مع شويه شيبسي حلوين زي ما انتم كده شايفين، قليينهم مع بعض نقدمهم، او ممكن في طاجن فريك تعمليه، او تعمليه رز بالخلطه. مستعجله على ايه؟ يلا نخش نشوف الوصفه. زي ما انتم شايفين كده حاطه الطاسه على النار، الراجل حن علينا وادانا حتتين دهنه كده مع الكبده، فقلت ايه اما اعملهم بيه. يلا ننزل كده معايا بصله تتقطع حلقات صغيره زي ما انتم شايفين كده، مش اشكال لو كله نزل مع بعضه. زي ما انتم شايفين كده كمان انا معايا فلفل احمر واخضر واصفر بقى، بس انا ما لقيتش اصفر فقلت مش مشكله برضو، اللي في بيتك عندك ما تقفيش عليه. ومعايا زي ما انتم شايفين كده برضو فصين توم حلقات هننزله. امال ايه اللي هيدي الريحه والطعم للكبده غير التوم؟ ما انت بقى تقدري انت اللي تدي حاجتك الكميه اللي تخليها تكفي العيله، وكمان القيمه الغذائيه بتاعتها. دبري ووفري، ما تقفيش عشان الغلا وتروحي تقولي لا هعمل ايه واسوي ايه. لا، ما انت برضو تقدري تعملي، جيبي كميه بسيطه وصغيره وتقدري انت تكمليها في البيت بخضار بحاجات تخليها تكفي بيتك. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هسيبها تدبل كده شويه وبعد كده هرجع لكم نكمل الوصفه يا حبايبي. رجعت لكم تاني حبايبي. زي ما انتم شايفين كده ادي البصله، انا بس كده مش بحب احمرها علشان تفضل بلونها وقيمتها الغذائيه. هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل بالكبده زي ما انتم شايفين كده، هاخدها تقليبه واحده علشان خاطر دي كبده جاموسي يعني مش رخيصه، يعني ده اللحمه غاليه انتوا عارفين، واحنا عايزين نوفر وعايزين ناكل، مش هنروح نضيعهم في تحميره نحرقهم ولا نضيعهم مننا زي الجلد. زي ما انتوا شايفين كده هروح نازله بالفلفل بس كده. انا مش هاخد للفلفل ياخد اكتر من تقليبه عشان يفضل قيمته الغذائيه موجوده فيه، وعلشان خاطر لونه كده وخضاره وحماره ده يفضل زي ما هو. هحط ملح وفلفل وتظبطي طبعا الملح بتاعك، وهوريك الشكل النهائي للطبق، وان شاء الله الوصفه النهارده تعجبكم حبايبي. ورجعت لكم تاني حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، وحلفت والله لا هسيبها بالطاسه واوريها لكم. يا دوبك حطيت الفلفل معاكم وخدتها تقليبه، حطيت الملح والفلفل وزي ما انتوا شايفين كده ادي تحسوا ان هو ربع كيلو ولا الهوا اهو. اكله النهارده غديوه تغدي بيها 4-5 افراد. تقدري تعملي زي ما انا عملت كده، تقدري تعمليها في سندوتشات، تقدري تعمليه بالفريك زي ما انا قلت لك، تقدري تحطيها في طاجن خضار وتعملي جنبها شويه رز. ودي غدا النهارده. انا عملت جنبها شويه شيبسي، شويه سلطه، شويه مخلل، وكل ده انا عاملاه في البيت ولا اشتريت حاجه من بره. شيبسي طعميه ببهارات فراخ او لحمه، واحلى غدا النهارده تاكليه. وعجبك الفيديو النهارده متنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.